نعم نعم ببرس. ما زال التصعيد العسكري مستمر على محافظة حمص بشكل كامل. قوات النظام منذ عدة أيام وهي تحاول اقتحام 13 حي محاصر، وما زال الثوار حمص يقدموا كل ما بوسع من منع شبيحة النظام من محاولة التقدم، فيما أن الشبيحة يحاولون التسلل منذ ساعات الصباح، والثوار تكون في المرصاد تمنعهم من الاقتحام. يتم إسقاط عدد من القتلى والجرحى في صفوف شبيحة النظام. لن تكتفي فقط شبيحة النظام باتباع سياسة الموت البطيء بفرض حصار من المنطقة، أيضا جرى قصف من قبل منصات الهواء المتواجدة في الأحياء الموالية استهدفت الأحياء القديمة. وأيضا في الريف الشمالي جرى قصف على منطقة عز الدين بالبراميل ألقاها الطيران الحربي استهدف منازل مدنيين، أدى إلى استشهاد طفلين لا يتجاوز عمرهم من سنتين، وسقط لا يقل عن 15 إصابة بحالات مختلفة، من بينهم 4 حالات خطيرة. أغلب الإصابات بحاجة إلى تلقي العلاج داخل مشافي نظامية، ولكن في هذه المناطق لا يوجد مشافي نظامية سوى مشافي ميدانية، وحاولوا العوائل والأطباء الميدانيين تقديم العلاج لهؤلاء المصابين. وأيضا جرى القصف على بلدة الغنطو، كان القصف من قبل حواجز محيطة بالمنطقة. وأيضا جرى قصف الريف الغربية على مدينة قلعة الحصن وعلى قرية الزار المحاصرتان منذ أكثر من 7 أشهر. نرى أن قوات النظام تصاعد عملياتها العسكرية على جميع المناطق. الراجمات والهاونات متواجدة في القطع العسكرية والأحياء التي تتحصن بداخل شبيحة النظام، لا تتوقف عن دك المناطق المحررة المحاصرة منذ ساعات الصباح حتى المساء. الوضع الإنساني إن أردنا أن نتكلم عنه فهو سيء بشكل كامل في جميع المناطق في المدينة وفي الريف. منذ أكثر من سنة ونصف لن يدخل أي نوع من أنواع الأغذية والأدوية للمناطق المحاصرة. داخل المناطق المحاصرة لا يوجد طعام سوى وجبة واحدة للعوائل، للشخص الواحد يأكل لا يقل عن نصف كأس من البرغل، هذا هو طعام لكل فرد داخل المنطقة المحاصرة مدى 24 ساعة. وما يجري من معاناة وقصف، نرى أن المنظمات الإنسانية والدول العربية والغربية لا يضغطوا على هذا النظام من أجل أن يفتح معبر لإخراج المصابين والعوائل من تحت باب القصف الذي لا يتوقف من المناطق المحاصرة. فبالتالي نرى أن الجميع راض عن ما يجري في محافظة حمص، وراضين عن الإجرام الذي يقوم به النظام بحق شعبي، وخصوصا بحق المنطقة الوسطى أبناء محافظة حمص المحاصرين. فالعوائل المحاصرة تطالب من الكتائب والألية الموجودة في المدينة وفي الريف أن يقدموا عمل عسكري يهدف إلى فك الحصار، لطالما الجميع تخاذل عن محافظة حمص. فلا بد من الثوار حمص أن يقلبوا الطاولة على الجميع لو كل متخاذل، ويشعلوا جبهاتهم من أجل تشجيع جهد النظام وتكبيد النظام خسائر الأرواح والعتاب. نعم أشكرك كثيرا.